فيديو النهاردة هيكون عن طبعا زي ما شفتوا في العنوان روتيني كالنهاردة كده. يا جماعة أنا معنديش نفس ومعنديش خلق إن أنا أعمل أي حاجة. دي 3 أيام أو للأمانة يومين بصحى أنام تاني، أقوم أصحى أذاكر أنام، هو كده نص حياتي نوم وربع حياتي مذاكرة وباقي الوقت أكل. ما علينا. النهاردة هيبقى روتيني، بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت شير وإشعارات ويلا نبدأ. ليه انت نايمة ليه على نفسك كده؟ هقولكم يعني 9 بالظبط. أنا صاحية 7 أساسا، يعني أنا قلت لماما تصحيني 7، مصحياني 7:05. بعمل ايه كله ده؟ أنا يدوبك بس نزلت نزلت جبت بسكوت، طبعا كلت نصه، وعملت لي شاي عشان هاكل بيه. هتقولي ليه انت برضو ما بتاكليش عيش؟ اقول لكم عشان مش باكل عيش الصبح. ما علينا. دلوقتي انا هقعد افطر وبعد كده هنعمل الدودو ليست بتاعتي. فيا جماعه افتكرت ان انا ما عملتش السكين كير روتين بتاعي، قبل ما اكتب الدودو ليست بتاعتي رحت غسلت سناني وغسلت وشي بغسول ستارفيل. بجد يا جماعه مهما اشكر فيه مش هقدر اقول، هو حرفيا تحفه، ولو موجود في اي صيدليه بجد جيبوه عشان انا حاليا ما بقتش الاقيه. وبس كده. بعد كده برطب وشي، طبعا انتوا عارفين المرطب ميلاسينول جل. انا بوزعه على وشي كله حتى تحت عيني، لان انا سمعت معلومه بيقول ان لو المرطب طبي نقدر نحط تحت عين كانه اي كريم، بس بعيدا عن ان انا بعمله ده. بس كده تمام. بعد كده حطيت مرطب شباب، بعيدا عن هو بيطلع في الروح بس برضو ما علينا. وكمان ظبطت شعري، طبعا ما وريتكوش وانا بسرحه نفسه، لان لو كنت وريتكم كنتوا هتشوفوا متخلفين. وده معقم، بعقم وداني، لان وداني لما بلبس حلقان كتير اتعورت من ورا ومن قدام، فبعيدا على الاشكال اللي انا بعملها دي. وبس. فيا جماعه بعد ما عملت السكان كير روتين، طبعا نعمل سكيب للسرير هنا ونعمل سكيب ورايا للمكتب. بس المهم انا دلوقتي هروح اعمل ايس كوفي، لان بقي من روتيني او بقي من العاده ان انا بعمل ايس كوفي بعد ما مش بعد ما قبل ما بذاكر، بحس ان هو كده بيفوقني. بس ما علينا. دلوقتي هنكتب الدودو ليست بتاعتي اهم، لان ارتب افكاري ارتب حاجاتي كده. اوكي بس اوريكم الدودو ليست بتاعتي قد ايه. فهي كله ده. يلا بينا نروح نعمل ايس كوفي. وهنا ابتديت اذاكر تاريخ، ويا ريت ما كنت بدات بيها حرفيا لان هي قفلت لي يومي كده. ما علينا. عايزه اقول لكم معلومه ان ده كتاب اختي، لان ما فيش كتب نزلت فانا بذاكر منه، وهي طبعا كاتبه معلومات. هنا ابتديت طبعا اسمع، لان انا كنت وانا بقرا بعلم على الحاجات اللي انا شايفاها مهمه، وكنت بحفظ. هنا انا بشغل كل حواسي وانا بحفظ على العموم. وبس كده. وطبعا لازم تعلموا الوان وحركات وكتابه وكده عشان تعرفوا تحفظوا المعلومه كويس. بس. وبعد كده سبت المذاكرة ورحت نمت. انا سبتكم على اساس ان انا بذاكر. نمت تقريبا ساعتين 3، دلوقتي الساعة 1 وما ذاكرتش غير تقريبا نص ساعة الا ربع، وما خلصتش درس. يعني بجد الدراسات او مش الدراسات، التاريخ كنت فكرها اسهل، بس لما قعدت احفظ كل اللي انا قريته لقيت الموضوع رخم جدا الصراحة. وهنركنه على جنب لحد اما نشوف نسمع محاضرة الاول، لان انا قررت اخدها اونلاين بس مش هدفع منصة. ليه؟ لان انا بعرف الم الدراسات، يعني انا لازقه معايا دراسات مش عارفه ليه، لان انا بعرف الم التاريخ. بحس ان هم اصلا كلهم لو قعدنا مثلا مع مستر شاطر ولا حاجه، حضرت المراجعه بتاعته واقعد اكتب كل حاجه تمام، اهو احنا كده خلصنا بس. وبعدين اعمال السنه 70%، فاللي هو مش محتاجه انجح اصلا، محتاجه بس اخد اعمال السنه. ما علينا. المهم دلوقتي هنزل انا ومارينا نجيب خضار. ليه؟ هنعمل اكل. بس انا جهزت وايوه رايحه بتشبشب. ما علينا. بعد كده هنزل وعشان هاجي اعمل اكل انا ومارينا. بس شوفوا لي البنطلون الاسر ده. ما علينا. بنزل بدروس وبنزل حتت وبنزل كل حاجه. ما علينا. اشوفكم لما اجي. باي. شايفين الحلاوه والجمال بجد يا جماعه شكلها تحفه، وان شاء الله طعمها هيطلع تحفه. عشان عاملاها
احنا حاليا قاعدين نعمل اكل وناكل ونشرب، مش بنذاكر من انا الصبح. ذاكرت ساعتين على فكره. هي ذاكرت ساعتين، انا ما ذاكرتش نص ساعة اصلا. ما علينا، يلا بينا ناكل. وهنا يا جماعة ابتديت الم حاجتي لان اكتشفت ان انا عندي درس وانا ناسيه اصلا. المهم كنت بجهز حاجتي بسرعة، بس مش السرعة اللي انتوا شايفينها دي، يعني كان ابطأ شوية. المهم ان انا ابتديت الم حاجتي من كتر السرعة، كبيت المقلمة وسبتها كده. ما علينا، حطيت المقلمة وكمان الكشكول وكمان حكمت الطوارئ، ما تنسوهاش. وخدت الفويل ده لان كان في ورق كنت محتاجاه برضو في الدرس. وخدت محفظتي عشان نسيتها في الاول، بس حطيتها في الاخر يعني الحمد لله ما نسيتهاش. وكمان خدت ازازه الميه. طلع عندي درس فجهزت جهزت خلاص. فهو ده طبعا هتسالوني انتي ليه لابسه كروكس، اقول لكم ده صديقي الصدوق والشنطه دي. ف استنى نحط بتسبلاش. بعشق الريحه دي بجد، بعشقها. فعليا يا جماعة أنا ينطبق عليا كلمة أنا سمعت كل حاجة، إني أفهم كلمة مفهمتش حاجة خالص. حرفيا المنهج العلوم المتكاملة على قد ما هو يبان سهل، على قد ما هو مقرف. حرفيا أنا قرفت أنا مش هقدر أكمل اليوم، يعني حرفيا الساعة لسه 8 وأنا لسه مذاكرتش. فلسه فاضل مهامي، أنا مش هنام غير لما أعمل مهامي بجد. فأنا هاخد شاور وهاكل عشان نفسي تتفتح بعد كده، عشان بجد انا تعبت من منهج العلوم ده. انتوا انا صدقت ان انا غبت. فما علينا يعني. برضو الدرس جه مفاجأة، كان زمان دلوقتي مخلصة درسين ولا حاجة. فيلا بينا بقى نذاكر. هذاكر تاني من على النت، وممكن اشوف منصة بدل ما اقعد انزل، لان بجد انا اتهلكت. مع ان السنتر قريب مننا كم 10 دقايق 20 دقيقة، بس برضه انا مش قادرة. انا هاكل بعد كده هقول لكم هعمل ايه بعدها. مارينا من ساعة لما سيبها وهي قاعدة متسوحة التسويحة السودا دي، فانا مكتبي فاضي مفيش على الفرشة، بابا بيزعق. فيا جماعة انا دلوقتي انا اكلت الحمد لله يعني. دلوقتي انا هقعد اذاكر. ليه؟ لان انا فعلا انا حاليا انا اتعصرت. هي الساعة دلوقتي 9:30، فانا لازم اذاكر واخلص الحاجتين اللي عليا في الدو ليست بتاعتي. ف هو بصوا، انا قلت ان انا هذاكر تاريخ بس قد، يعني بجد انا ما فهمتش اي حاجه، وفعلا محتاجه او سوف احتاج ان انزل درس او ان انا اسمع درس. بس بجد يعني المذاكره لوحدها مقرفه، فانا هذاكر الدرس اللي خدته وهمحي التاريخ ده من على وش الكره الارضيه. ويلا بينا. ويا جماعة بما ان احنا ما خدناش تابلت لسه في المدارس، ومش معايا موبايل عشان كنت بصور بيه، فاخدت التابلت بتاع اختي والكتاب نازل عليه يعني. كنت بذاكر علوم متكامله من عليه اللي انا اخدته في الدرس، ويا ريتني ما كنت ذاكرت لان لخبطت المعلومات في دماغي، لان كتاب المدرسه مش مترتب ومش كتاب يتذاكر منه. بعد كده على فكره ده مصر كافيه بجد تحفه ومش مقاطعه، ما تنسوش المقاطعه. كنت بحاول اوريكم شكله بس يعني للاسف ما بانش. المهم ان احنا هنا ابتدينا نعمل ايس كوفي ليا والمريض. المره كانت متسوحه في حاجه المدرسه، فانا كنت بعمل كل حاجه يعني. حطيت سكر والقهوه سريعه الذوبان وكمان ميه، وسوحت سيحت اللي اسمه السكر، وبعد كده ضربته بالمضرب اليدوي. خليته حرفيا ما بينزلش ما بيكبش من الطبق، حتى هتلاقوني كبيته كده اهو بكب تاني وتالت. عملت طبقين، طبق ليا وطبق لمارينا، قسمت الكميه نصين. ده بتاع مارينا حبت الفوم كتير فحطيت نص كله فوم. هنا حطيت التلج. وهنا ابتديت احط بتاعي برضو فوم وتلج. انا بحب الفوم قليل عشان بيقرفني الصراحه وانا بشرب الايس كوفي، فحطيته قليل وحطيت برضو تلج قد الكميه اللي مارينا حطيتها. على فكره الكوبايتين قد بعض حتى في الحجم، بس هو باين كده. المهم حطيت لبن، والايس كوفي الجامد بتاعنا جاهز. شوفوا لي شكله بجد يا جماعه، شكله خطير. وبعد كده نوديه لمارينا عشان هي متسوحه. وبعدين رجعت اذاكر برضو علوم متكامله على اساس ان انا ممكن افهم حاجه. بس بجد يعني زي ما انتوا شايفين كده اهو، انا عمال تشكي مارينا همي وهي عمال تشكي همها. واحنا تقريبا سيبنا واحنا بنذاكر ربع الوقت كنا بنشكي همومنا لبعض، لان فعلا هي متسوحه في حاجه المدرسه، لان التقييم الاسبوعي بتاعها كان النهارده والكلام ده كان امبارح يعني. فهي الدنيا متلخبطه معاها وانا الدنيا متلخبطه معايا في الدراسه. وهنا ابتديت بقى اكتب المعلومات على اساس برضو ان انا افهم للمره الثالثه.
وكنت بظبط وبعمل، وهنا بنشكي برضه همومنا لبعض. بعد كده قمنا، بعد كده انا خدت شاور، ودي الحاجات اللي انا استخدمتها تقريبا، الحاجات اللي بنستخدمها على طول. وبس كده بيكون خلص الفلوج بتاعنا. لو عجبكم الفلوج متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، واستنوا فلوجات تانية اكتر. وباي.